النهارده ان شاء الله هنتكلم عن امراض الشتاء والعلاج. ودي اول حاله ظهرت عندي اهو زي ما انتم شايفين. الاعراض بقى قبل ما نخش في الموضوع، لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ومتابعه واعجاب بالفيديو عشان تعرفوا كل جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن امراض الشتاء والعلاج. ايه الامراض الشتاء اللي انت هتقابليها وعلاجها ايه ان شاء الله. كل حاجه هتعرفيها، وفي حاجات محدش هيقولك عليها، مش هتعرفيها غير في الفيديو ده. نيوكاسل ده اشهر مرض في الشتاء. اعراضه ايه؟ لو بتعاني بالاعراض دي ولقيتيها عندك اكتبوا لي في التعليقات. كشاشان والعرف بيزرق واسهال اخضر، وطبعا بيبقى كساح، الفرخه عندك ما بتقدرش تتحرك. والاعراض دي بتبان اكتر جدا والناس بتعاني، مشكلتها في الفراخ البلدي وهو ده اللي انا بعاني منه. طيب ايه العلاج بتاعها؟ يؤسفني اقولك ان هي ملهاش علاج. ده اللي انا، ده وزارة الصحة نفسها اللي يقولك حطي بتادين، حطي توم، حطي مضاد فيروسات. طالما المرض جه عندك ملهوش علاج، ولو اتعالج بيقلب معاه بروشة والطير هيموت في الاخر. روشة يعني الطير بيقلب راسه كده، راسه لتحت كده، اكيد عارفين الروشة اللي بتيجي للحمام دي كده، بتيجي للطائر للفراخ. ده لما بيخف من المرض وفي الاخر بيموت. طيب انتوا احبطتينا كده. لا انا مش احباط، بس هو المرض ده ملهوش علاج. المرض اللي هو النيوكاسل ده او انفلونزا الطيور ملهوش علاج. وزارة الصحة نفسها في مصر ما لقيتش علاج ليها، ومنتشرة بالذات في الفراخ البلدي. عشان ما اضحكش عليك، ما تصدقيش حد يقولك، مش عشان اخد مشاهدات اقولك مكون سحري ومكونين سحريين. لا، ملهوش علاج يا حبيبتي من الاخر. يعني لو لقيت الاعراض دي عندك ظهرت في فرخ واحد، اذبحي الباقي قبل ما يبان على الاعراض. مش لازم تذبحي الفراخ وهي عيان، اذبحي الباقي على طول، لان بيظهر اول باول. يعني تلاقي واحده ظهرت عندك بعد يومين هتلاقي واحده تانية ظهرت عندك. طب وعلى ايه؟ اذبحي ووفري. طيب بالنسبه بقى ايه الحل؟ الوقايه. الوقايه خير من العلاج. تمام، الوقاية خير من العلاج. المزارع الكبيرة اللي عندها يعني سنويا طبعا مزارع كبيرة بملايين بتخسر طبعا بالملايين بسبب الفيروس ده، وبقوا عاملين كل احتياطاتهم. المزارع الكبيرة بتعمل ايه؟ بتحقن كل 3 شهور كوقاية مش علاج، برضو وقاية مش علاج. طب احنا نعمل ايه؟ يعني احنا مربات بيوت بنربي في البيت فوق السطح زي حالاتي كده، نعمل ايه؟ برضو الوقايه خير من العلاج. تعملي ما تسيبيش الطيور زي ما انا سايباها كده على السطح، لان هو ده سبب انتشار الفيروس. اساسا الفيروس بينتشر عن طريق الهواء. يعني لو في طيور عندك مهاجره وكده وشايله المرض، طبعا بتبقى مناعتها اقوى من الطيور اللي عندك في البيت، فبتنقل المرض، بتبقى حامله المرض فبتنقل المرض لطيورك. وفي الشتاء درجه الحراره العاليه طبعا بتسبب المرض ده. فايه الحل؟ ان انت تدفي طيورك في الشتاء، تحطيهم في مكان مقفول، طبعا في تهويه، طبعا اكيد في شباك كده يهوي، وفي تدفئه مناسبه للطيور في الشتاء، لان الشتاء بتبقى صعبه جدا والطيور بتموت كتير. فاحنا يبقى وقايه. عايزه بقى تحطي بتادين، عايزه تحطي، هو بلاش البتادين ده اساسا، حطي مضاد فيروسات، حطي توم، حطي بصل، حطي اللي انت عايزاه، بس كل ده مش هينفع لو المرض انتشر عندك. لو المرض انتشر عندك اذبحي لانه ملهوش علاج. انا بقولك من الاخر، يعني لو عايزين اضحك على، لو عن اللي بيضحك عليكم ومكون سحري ومش عارفه ايه وبتادين والكلام الفاضي ده ملوش اساس من الصح. المرض لو جه عندك ولاحظت الاعراض اللي انا قلت لك عليها، كشاشان، عرف بيزرق، اسهال اخضر مائي، الطير ما بيتحركش وعنده ويعني جاله كساح، اعرف ان المرض ده جه عندك خلاص انتشر. طبعا مش لو انت حبيتوا تربي بعد كده مش هتربي على طول. انا دي 5 مرة المرض يجي عندي وينتشر، 5 مرة المرض يجي عندي. طبعا جبت كل الادوية اللي تتخيليها عشان ما اخسرش الفراخ، لان هما بيكونوا بيبيضوا وببقى فرحانة بيهم، وبعد كده بيحصل المرض ده وبيموتوا مني. طب انا بطهر المكان طبعا، بربي بعد ما الحاله دي، يعني بعد ما المرض ده بيخلص من عندي، بقعد 3 شهور وبطهر المكان كويس قوي بجميع المطهرات اللي في الدنيا، كل المطهرات. وبرضو المرض بيجي تاني. فالمرض لما بيمسك في مكان مش بيسيبه. نيوكاسل ده مرض صعب،
ما تصدقيش اي حد يقولك انه ليه علاج. لو المرض جه عندك في فرخه واحده، الحقي الباقي واذبحي. بس ولو عجبكم الفيديو اعجاب ولايك، ولو حابين تسألوا على اي حاجة، في حد شايف ان كلامي غلط برضو يقول. بس هي اسأل مجرب وما تسألش طبيب. هو ده اللي انا جربته، هو ده اللي انا يعني اتعاملت مع الحالة دي فعلا. فرب يحفظ الطيور اللي عندكم كلها، طبعا ما تحصلكوش حاجه، ما تحصلش حاجه زي كده لا قدر الله. بس انا بقول لان الناس كتيره قوي بتعاني من الموضوع ده وانا من ضمنهم. فلو حد عنده فعلا علاج فعال يقول لنا عليه، علاج فعال مش كلامه بس، يقول لنا عليه. وشكرا.